هل أنا فعلًا فاهم الكلام والّا بافهمه بالطريقة اللي تريحني؟ أكيد لاحظت قبل كده بوست على الفيس كل واحد فاهمه بطريقته، واحد متعاطف أو واحد معترض أو واحد فاكر إنك بتكلمه هو شخصيًا، اللي بيحصل ده اسمه التأكيد التحيزي، يعني إيه؟ يعني دماغك بيحب يحس دايمًا إنه صح، كل ما تقرا حاجة بيفهمها بالطريقة اللي تأكد معتقداته مش معناها الحقيقي، ولنفترض مثلًا في بوست بيقول النجاح ليس بالمال، ولكن النجاح هو الشعور العميق بالسعادة بداخلك. تمام، دلوقتي تعالَ نشوف رد فعل اتنين مختلفين، الأول شاب قاعد على الكنبة مش بيحب يشتغل كتير، بيقرا البوست ويقول أهو شفت، أنا مش محتاج أجري ورا الفلوس، أنا سعيد كده، هو ده النجاح الحقيقي. حلو الكلام. التاني بقى صاحب بيزنس وهو بيقرا ايوه صح، النجاح مش بس بالفلوس، لازم اشتغل على نفسي واتعلم اكتر، نفس الكلام ونفس الجمله بس كل واحد شكلها على مزاجه، واحد استخدمها عشان يبرر الكسل والتاني استخدمها كدافع للتطوير، في النص كده الجوهر الحقيقي ضاع. الكلام اصلا عن التوازن، انك خليك سعيد من جوه بس كمان اشتغل واتطور. المشكلة إن كل واحد فينا بيقرا البوست وبيفلتره بمزاجه، فلتر التجارب اللي فاتت أو معتقدات أو حالته النفسية النهاردة جاية معايا بإيه النهاردة. يعني ببساطة فهمك للي بتسمعه مش دايما هي الحقيقة، ممكن تكون ده اللي أنت عايز تسمعه عشان تثبت اللي جواك بس. المرة الجاية قبل ما تهاجم أو تطبل اسأل نفسك سؤال بسيط، هل أنا فعلا فاهم الكلام ولا بفهمه بالطريقة اللي تريحني؟ حاول تكون محايد، لو حسيت إنك غلطان أو مقصر مش عيب إنك تعترف بده على الأقل لو مش هتاخد خطوة، لكن بلاش تبص لكل حاجة بعقلك المتحيز بس.